في مكان يملأه الدمار، حيث الأرض القاحلة تزينها الصخور الحجرية، تنبعث رائحة الفساد ويجوب الخراب. يتقاتل الخير والشر سويا ليفرض كل شخص منهم سيطرته. فيا ترى من المنتصر، وإيه هو مصير الكوكب بعد المعركة دي؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. علشان كده عايزك تجهز قهوتك السادة واقفل الباب وحط سماعتك في ودانك يا حمادة، وتعالوا بينا نكمل باقي القصة كالعادة. ده هو بليد بيكون في معركة مع ملك الشياطين. ملك الشياطين بيقول له جهز نفسك علشان هدمر الكوكب بعد ما اخلص عليك. ما بيديله فرصة ويخرج صخرة كبيرة باستخدام سحره. بيجمع كل قوته بيوجهها ناحية بليد. صاحبنا بيكون معاه صخرة صغيرة بيجمع كل قوته فيها، هو كمان بيوجهها ناحية الصخرة الكبيرة ويدمرها على طول. بيطلع السيف بتاعه وبيقول لملك الشياطين انت وقتك خلص معايا، يلا علشان نخلص القتال ده. بيهجموا الاتنين على بعض هجمات كتيرة، قوتهم بتكون متكافئة وخلاص جابوا اخرهم. بيروحوا ناحية بعض كده وكل واحد بيرشق سيفه في صدر التاني، الاتنين بيقعوا على الارض وينتهي القتال. بس انت فاكر انه مات بالسهولة دي؟ لا والله، بيعدي الوقت وبنشوف صاحبنا في أكاديمية رودز لتعليم السحر. ما بيكونش داخل علشان يتعلم ولا حاجة، لا ده عايز يكون صداقات مع كل الناس. بيدخل جوه بيسلم على كل اللي بيقابله، بيعرفهم بنفسه وينسمي يبقى بليد. كل الناس بيبقوا مستغربين وبس بيسلموا عليه وبيعرفوه بنفسهم. بيعرض عليهم انهم يبقوا اصحاب فبيوافقوا على طول. صاحبنا بيبقى في قمة سعادته وبيكون هدفه يعمل مجموعة كبيرة من الأصدقاء. بتقطع كلامهم بقى البنت دي بتقول لهم انتم عاملين دوشة ليه؟ مش عارفين نركز منكم. البنت دي اسمها إرنست ودي تبقى الطالبة الأولى في الأكاديمية. بيحذروا بليد منها بس هو ما بيديش لكلامهم أي أهمية. بيروح علشان يتعرف عليها فبتقول له انت مين؟ أنا أول مرة أشوفك في الأكاديمية. أصلا أصحابه بيحاولوا يدافعوا عنه ويقولوا لها إن هو لسه منقول جديد. فبتقول لهم ازاي الشخص ده اتنقل الأكاديمية هنا؟ ده شكله ما عندوش أي موهبة خالص، والأكاديمية ما بتسمحش غير بانضمام الأشخاص المؤهلين إن هم يبقوا أبطال. بليد بيقول لها أنا مش جاي هنا علشان أبقى بطل، أنا جاي هنا علشان أكون صداقات. البنت بتقول له أنت عبيط ولا إيه؟ أنت مسمي دي أهداف، أنت مالكش أي لازمة. الواد بيرد عليها ببرود كده وبيقول لها أنا عندي ميعاد مع رئيس الأكاديمية، تعالي بقى وريني المكتب بتاعه علشان أنا مش عارفه. وبالفعل البنت بتاخده وبتروح هناك. أول ما بيدخلوا بتتصدم أرنست من الشخص اللي موجود، بتنحله احترام كده وبتعرف ان الشخص ده يبقى امبراطور البلاد. بس بليد ولا فارق معاه اصلا، بيقول له انت كنت عايزني في ايه يا عم انت؟ إرنست بتشده علشان بتبقى فاكره انه مش عارف هو يبقى قصاد مين. بتعتذر للامبراطور فبيقول لها انت اكيد أرنست رئيس الاكاديميه اللي فات حكالي عنك. قالت له اللي فات ازاي يعني؟ قال لها ما انا نسيت اقول لك من النهارده انا هبقى رئيس الاكاديميه دي. أرنست بتقول له انا هبقى مبسوطه لو هتعلم على ايد واحد زيك بتفضل تقول فيه شويه اشعار وتطبل كده. بس بيقول لها كفايه يا شاطره بقى، سيبيني مع عمك بليد علشان عندنا شويه مواضيع عايزين نناقشها. البنت بتخرج وهي في قمه غضبها. بليد بيساله انت هنا بتعمل ايه؟ الامبراطور بيقول له انا عايزك تستعيد قوتك. بليد بيقول له بس انا مش عايز كده، انا عايز ابقى شخص عادي. الامبراطور بيقول له مش هينفع علشان الاشخاص هنا متفوقين، لازم تزود قوتك ده في سبيل بس ان انت تفضل وسطهم. بليد بيقول له ملوش لازمه علشان انا خلصت على ملك الشياطين. الامبراطور بيقول له انا عارف علشان كل التقارير جات لي، بس انا عايزك تراجع قوتك مرة تانية. بليد بيقول له هنبقى نشوف الموضوع ده بعدين، وهو بيسيبه وبينزل لساحة التدريب. اول ما ارنست بتشوفه وبتروح عليه وبتقول له انت بتعمل ايه هنا؟ ده مكان التدريب بتاع الصف الاعلى. قال لها انا خلصت كل الاختبارات وقالوا ليجي على هنا. قالت لها اكيد في حاجة غلط، انت اكيد رشيت حد هنا علشان توصل للصف الاعلى بسرعة كده، انا متأكدة ان انت اضعف واحد وسط اللي موجودين دول كلهم. بيقولها انا قلت لك قبل كده انا مش جاي علشان ازود قوتي، انا جاي بس علشان اكون صداقات. بيسيبها وبيروح يعرف نفسه للناس كلها. ارنست بتتعصب وبتقول له انا لسه ما خلصتش كلامي. بيروح يطبطب عليها كده فبتتعصب اكتر، بتطلع السيف بتاعها وبتهجم عليها على طول. بس الواد بيقدر يتفادى الهجوم بتاعها، بيقطع قتالهم. البنت دي بتقولهم المعلم طلب منهم يتجمعوا كلهم. بليد بيسألها عن اسمها، بتقول له ده امر ولا ايه؟ قال لها لا عادي خالص، بتعرفوا ان اسمها صوفي. فبيعرض عليها انهم يبقوا اصحاب. البنت بتوافق على طول. البنت بقى بتبقى لسه متضايقه منه، بتقول للمعلم انها عايزه تختبر بليد وبتجيب له درع سحري، بتطلب منه يقسمه علشان تشوف هو يستحق يبقى في الصف معاهم ولا لا. الواد بيقولها يعني لو قسمته هتتاكدي؟ قالت له ايوه هتاكد. بيطلع السيف بتاعه وبيجمع كل قوته وبيستخدم سلسله التنين. هو مش بيقسم الدرع بس، لا ده بيخرم السور كله يا صاحبي. بيوقع كل اللي موجودين وبيكسر السيف بتاعه من قوة الهجمة. أرنست بتروح له وبتسأله أنت تبقى مين؟ أول ما بيبص وراه بيتصدم من اللي هو عمله.
بيقول لها معلش زودت الهجمة حبة. بيطلعوا بعد كده علشان ياكلوا وبتبقى هي قاعدة لوحدها. الواد بياخد الأكل بتاعه وبيروح يقعد جنبها على طول. بينادر أصحابه كمان علشان يقعدوا، بس العيال بترفض علشان عارفين ان الترابيزة دي بتاعت أرنست لوحدها. بليد بيسألها انت بتقعدي لوحدك ليه؟ قالت له كل الأشخاص اللي هنا بيخافوا مني. بتعتذر له علشان هي كانت فاكرة إن هو مش موهوب وإنه دخل الأكاديمية دي بالغش، بس صاحبنا ولا هنا أصلا بيكون عمال ياكل ومش فارق معاه أي حاجة تانية. البنت بتتعصب كده وبتقول له أنت مفيش دم خالص ولا إيه؟ وأنا بكلمك بصلي. صاحبنا بيحطوا الموقف كده وبيهديها، بيعرض عليها إن هما يبقوا أصحاب. البنت بتبقى محرجة كده بس بتوافق. بترجع الأوضة بتاعتها وبتكون فرحانة علشان كونت أول صداقة ليها. بس الحلو طبعا ما بيكملش، بتلاقي السيف بتاعها بيهتز كده، وبنعرف ان ده مش سيف عادي. اول ما بتلمس السيف ده بيسيطر عليك، وده اللي حصل بالظبط مع صاحبتنا أرنست. تاني يوم بقى بتروح تضرب مع الواد ده اللي بنعرف ان اسمه ليو. بليد بيكون واقف يتفرج عليهم. ليو بيجمع كل قوته وبيروح يهجم على أرنست، بس البنت بتخبطه ضربة واحدة بتطيره من مكانه. بيبقى القتال التاني مع صوفي، واحدة يمين على واحدة شمال، وبيبقى واضح ان صوفي دي قوية جدا. بتهاجم على أرنست بسحر النار بس هي بتقدر تصده. بتستسلم بعد كده علشان مش عايزة تكمل القتال ده. إرنست بتقول لبليد جه دورك تعالى هاجم عليها، بس بيبقى واضح عليها التعب جدا، وكمان بتفقد السيطرة على السيف وبيغمى عليها. بياخدها بليد وبيروح للطبيبة وبيطلب منها تنقذها، بس قبل ما يخلص كلامه بتفوق أرنست وبتقولهم انها عايزة تمشي. بليد بياخدها تاني وبيطلعوا لبره، بس هي ما بتكونش عايزة تبين ضعفها لحد. بتسيبه وبتمشي لوحدها. بيروحوا بليد في غرفة البيانات بتاعة الأكاديمية ويبحث عن السيف بتاعها. بيعرف ان ده سيف ملك الشياطين وبيعرف كل حاجة عنه. تاني يوم بيروح للمحاضرة وبيعرف أرنست بكل اللي هو عارفه. بيطلب منها تسيبه يساعدها علشان هم أصحاب. بياخدها وبيطلع لفوق المبنى كده وبيعرفها ان السيف ده مش عادي، بيدي لصاحبه قوة كبيرة بس لازم تسيطر عليه الأول. بيسألها السيف ده معاها ازاي. عرفته بقى كل اللي حصل معاها وهي صغيرة، وإن السيف حاول يستولي عليها وخلاها متعطشة للدماء والقتل، بس هي كانت بتحاول تسيطر عليه على قد ما تقدر. وكل فترة بتسمع صوت كده بيقول لها تسيب السيف يدمر ويقتل كل البشر. بليد بيقول لها إنها لازم تسيطر على السيف وتخليه يعترف بقوتها. قالت له طب لو فشلت هتحول لشيطانة. قال لها ما تقلقيش أنا معاكي، لو حصل حاجة هدمر. السيف بالفعل بتسمع كلامه وبتروح مساحة التدريب وبتلقى تعويذة. السيف بتحاول كل ده إنها تعمل معاهدة معاه. بتقابل ملك الشياطين وبتدخل قصاده في قتال، وكمان بتنتصر عليه وبتقدر تسيطر على السيف. تاني يوم بيروحوا لساحة التدريب. بليد بيلاحظ ان صوفي واقفة لوحدها. بيسأل هي واقفة لوحدها ليه. قالت له دي طبيعتها ما بتعملش حاجة غير انها بتطيع الأوامر. بيسيبها وبيروح لصوفي على طول وبيسألها هي ليه بتدرب لوحدها. قالت له انا مش لاقية حد واجهه. الواد بيعرض عليها ان هو يساعدها. قال لها انت ليه بتدربي بايدك، ليه ما بتستخدميش سلاح؟ قالت له علشان انا ما اتعلمتش غير كده. فبيعرض عليها يعلمها تستخدم الأسلحة. بتسأله ده امر ولا لا. قال لها مش امر ولا حاجة، انا عايز اساعدك علشان انت صاحبتي. البنت بتوافق انه يعلمها تستخدم الأسلحة. وقبل ما يبدأ بيقول لهم المعلم ان وقت التدريب بتاعهم خلص. مرزق من يومك يا ابو السلكان، اديها في ايدك يبقى تراب. بس هي بتكون فرحانة ان في حد وافق يساعدها وضحكت، يعني قلبها مال والفرق خلاص ما بينا اتشال. تاني يوم بيروح من بدري علشان يعلمها استخدام السيف. بيقول لها جرب تقطع الدرع الحديدي ده. بتحاول بس ما بتعرفش. بيقول لها اعتبر السيف جزء من جسمك واعملي كده هتقطعي على طول. بتقعد تضرب طول اليوم لحد ما بتقدر بالفعل انها تقطع الدروع كلها. بليد بيقول لها كفاية كده النهاردة ونكمل تاني بكرة. بتقول له تفتكر اقدر اهزم أرنست بقوته دي؟ قال لها لا طبعا أرنست في مستوى تاني خالص. بتقول له تمام، وقبل ما يرد بتكون موقعت على الأرض. بتقول له بقى يبقى هزما انت البنت بتثبته وما بيكونش قادر يتحرك. بتقول له لازم تضربني لحد ما اقدر اهزمها، وبتسيبه وبتمشي. تاني يوم بيروح يقابل الامبراطور. الراجل بيسأله انت عامل ايه في حياتك الدراسية دلوقتي؟ بليد بيقول له ان هو كون صداقات مع شوية اشخاص. الامبراطور بيسأله مين الاشخاص دي؟ قال له أرنست وصوفي. الامبراطور بيقول له انا كنت متأكد ان انت هتهتم بصوفي دي بالذات. بليد بيقول له اشمعنى يعني؟ قال له علشان المفروض صوفي نسخة منك. بليد بيسأله ازاي؟ الامبراطور بيعرفه وبيقول له علشان صوفي نسخة من مشروع البطل الصناعي، علشان ما كناش متأكدين انت هتكمل معانا ولا لا، فقررنا ان احنا نعمل نسخة منك. استخدمنا شوية تعاويذ قديمة كده وحاولنا نعمل النسخة دي، وبالفعل عملنا اكتر من نسخة. بليد بيسأله يعني في اكتر من صوفي؟
الإمبراطور بيقول له أيوة اسمها الحقيقي هو صوفي وفهمته دي عن النسخة ال12. بليد بيتعصب كده وبيقول له انتوا ازاي تعملوا كده؟ الإمبراطور بيقول له مش أنا اللي عملت، أنا اكتشفت الخطة دي بعد ما عملوا 12 نسخة وطلعت قراره إن هم يوقفوا التجارب دي. ضميت صوفي الأكاديمية وديتها حرب، ضرب دي ضميت صوفي الأكاديمية وديتها حريتها، بس هي لسه بتعتبر كل الكلام اللي بيتوجه لها أوامر. بليد بيتعصب كده وبيسيبه وبيطلع بره، بيقول إن ده كله بسببه. البنت اتسلب منها حياتها الطبيعية علشان بس تجسد شخصيته، بيقرر إنه لازم يرجع لها حياتها الطبيعية. بيروح على الطبيبة كده وبيسألها إزاي يرجع شخص لحياته الطبيعية تاني، بتديله شوية نصايح علشان يمشي عليها. ما بيكتفي بكده طبعا، بيسأل كل اللي موجودين معاه في الأكاديمية وياخدها بعد كده وبيطلع جولة في المدينة. أرنست والبنات اللي معاها ما بيكونش عاجبهم الموضوع، بيطلعوا علشان يراقبوه. بتوصل صوفي وبيعرفها بليد بالبرنامج بتاعهم، بالفعل بيخرجوا وبيتمشوا في المدينة كلها سوا. البنات ما بيكونش عاجبهم اللي هو بيعمله، بيبقوا متضايقين منه على الآخر. صاحبنا ولا فارق معاه أصلا، بيكملوا اليوم بتاعهم عادي لحد ما بيخلص اليوم وبيروحوا يقعدوا عند نافورة كده. صوفي بتبقى مستمتعة باليوم ده، بس بتسأله هو ليه بيعمل كده؟ قال لها علشان انت صديقتي. بتقول له بما اننا اصحابة انا عايز اعترف لك على حاجة، انا مش انسانة عادية، انا عينة اختبار مش كاملة، اتعملت علشان تكون صورة للبطل الحقيقي، وقوتي مش عادية كمان، بس ما بقدرش اتحكم فيها، بس بقدر اغير قوانين الفيزياء، وكمان اقدر اوقف الزمن، بس ما اقدرش اعمل كده اكتر من 10 ثواني. مش عارفة اقدر اكمل في الصداقة دي ولا لا. قال لها بما انك اعترفت انا عندي كمان حاجة عايز اعترف لك بيها، انا هو البطل الحقيقي، انا اللي اتسببت ليك في كل المشاكل دي. انا ما كنتش عايز ابقى البطل ولا يبقى عندي القوة دي، كان نفسي أعيش كشخص عادي من غير حروب ولا قتالات، علشان مهما عملت الناس مش هيرضوا عنك. صوفي بتروح وبتحضنه كده وبتقوله لازم تفتخر بكونك البطل، علشان انت ما تعرفش عدد الناس اللي انت أنقذتها ولا المدن اللي منعت تدميرها. أنا فخورة لأن أنا صورة للبطل ده وعايزة أبقى زيك في يوم من الأيام. بليد بيفرح كده من كلامها وبيقرر إنهم يخلوا الموضوع ده سر بينهم. تاني يوم بقى بيروحوا الأكاديمية عادي وبيكونوا قاعدين ياكلوا سوا. البنتين اللي كانوا مع أرنست امبارح اترجوا وبقوا في الصف المتقدم، واللي بيكون اسمهم كلير وشيكا بتقول لهم أرنست إن الإمبراطور جايب وحش سحري للمدرسة علشان يتدربوا عليه، وقبل ما يخلصوا كلامهم بيلاقوا المكان بيتهز بيهم. بليد بيقول لهم أكيد الإمبراطور عملها وجابوا بجد بيبقى فيه 2 كبير والحراس مش عارفين يسيطروا عليه. بليد بيوصل وبيطير عليهم من ضربة واحدة بيوقعوا. الكل بيبقى مستغرب ازاي قدر يوقعهم بضربة واحدة. قال لهم ان ده 2 صغير واي حد يقدر يعمل كده، بيديله الاكل اللي معاه لما بيعرف ان هو جعان. كل الطلاب بيكونوا لسه مصدومين. الواد بيحاول يبرر لهم بس مفيش اي فايدة. فجأة التنين ده بيتحول لبنت صغيرة كده، وكمان بتروح تحضن صاحبنا بتقول له انت من النهاردة ابويا. قال لها بس يا شاطرة انت بيسأل عن التنين راح فين؟ فبيقولوا له التنين اتحول للبنت اللي في ايده. الواد بيتصدم وبيقول ازاي ده حصل، ما بيكونش عارف يعمل اي حاجة. بيقرر بعد كده يسميها كولين. أرنست بتروح له وبتعرفه ان الوحوش السحرية كلها بتدور على القوة، ولما بتتهزم جسمها بيتدمر بس بيفضل جزء تقدر ترجع بيه الجسم ده مرة تانية، وبتتجسد في هيئة مشابهة لهيئة الشخص اللي هزمها. ودي حاجة نادر انها تحصل. بياخدها بعد كده وبيروح للمطعم علشان ياكله. كلير بتحاول انها تاكل كولين بس هي بترفض، بتقول لها انا ما بصاحب الشباب ضعيفة والوحيد اللي هتكلم معاها هو بليد، وبتسيبه وبتمشي. بتروح بعد كده تمشي.